يا مساء الفل عليكم. حقيقي الوصفة ديت ادمان، ولو عملتيها هتعمليها كل يوم وولادك هيطلبوها منك كل يوم. بجد توفير وطعم، وبصوا كمية وحاجة كده زي العسل. تعالوا بينا نقول المقادير ونبدأ ونقول بسم الله. اول حاجة كده معايا نص كيلو من اللحمة المفرومة، حطيت عليها بصلاية صغيرة جدا. البصل اللي عندي انا مفرزاه فمجمدة زي ما انتوا شايفين بالشكل ده كده. ومعايا كمان فصين من التوم برضو متجمدين، ومعايا فلفل اللي هو الاحمر اللي أنا لسه مسكته في ايدي ده، يعني نص قرن كده. بيدي طعم حلو جدا وبيدخلك في سكة السجق شوية. معايا هنا بقى البهارات بتاعتي عبارة عن ملح، فلفل اسود، وكمون، شوية كزبرة. ممكن تحط كمان شوية قرفة وشوية جنزبيل بيدوا طعم حلو جدا. بعد كده معايا كمان معلقة كبيرة من النشا، ودي اللي هتتمص اي سوائل هتكون طلعت معايا من البصل. تمام، هتعجنيهم مع بعض عجنه كويسه جدا كده. ولو اللحمه عندك مش ساقعه هتسيبيها شويه في التلاجة قبل ما تصبعيها. انا اللحمه عندي والبصل وكل حاجه كانت ساقعه جدا، فبالتالي بدات ان انا اعملها على طول. بعملها دواير صغيره زي ما انت شايفه كده. يعني بصوا مفيش اي اضافات يا جماعه، هو شويه البصل صغيرين جدا، يعني اصغر بصل عندك كده علشان يعني تدي طعم بس كده مش اكتر. عايزه اقول لكم الكفته بتطلع مطاطيه وتحفه وكانها كفته حياتي جوه الصينيه بتاعتك. بجد ممكن تعمليها سندوتشات، وممكن تعمليها في الصينيه، وممكن تعمليها في اي خضار تاني، مش شرط يكون بطاطس. هنعملها دواير بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. طبعا هعملها كلها دواير، بترمي معاكي كميه كتير. لحد هنا واحنا ماشيين تمام. هنجيب بقى معايا صينيه احط فيها شويه سمنه وشويه زيت، وهبدا اول ما تسخن انزل فيها كرات اللحم زي ما انتوا شايفين بالشكل ده كده. تمام، هتتشمع معايا من ناحيه على طول هقوم قلبها على الناحيه التانية، وتوزعيها كده كويس يكون تحتها كلها سمن وزيت. يعني انا الناحيه التانية ديت لسه هحط تحتها شويه زيت وسمن تاني. تمام. ما تخافيش منها ابدا، هي مش هتفك معاكي ابدا. وكمان بتبقى كده يعني بتاخد كرمله حلوه جدا. وبنكمل طبخ مع نفس الصينيه عشان ناخد بقى كل البهارات وكل البهاريز. يعني هناخد عصارة الكفتة كلها في باقي الطبخ. هنوزعها بالشكل اللي انتوا شايفينه كده. شايفين يا جماعه الكميه يعني من نص كيلو، احنا مش ضايفين عليها اي اضافات. عايزه انت بقى تضيفي برغل، تضيفي اي اضافات براحتك، بس احنا عايزين نعملها سك كده بحيث ان هي تبقى طعمها حلو. بجد كانت خطيره. اول ما هتمسك نفسها كده من ناحيه على طول هنقوم قلبين على الناحيه التانية زي ما انتوا شايفين كده. اوعي تحركيها قبل ما تبقى اخدت صدمه زي ما انت شايفه باللون ده كده، عشان لو حركتيها قبل كده ممكن تفك معاكي. لكن هي زي ما انت شايفه كده هي متماسكه وجميله جدا. بعد خلاص كده ما بقلبها وبتاكد ان هي اخدت صدمه كده من جميع الجهات، في الوقت ده عادي تقلبي براحتك. عايزه اقولك انت لحد هنا ممكن توقفي خلاص وتبداي ان انت تاخديها وتعمليها بسندوتشات، بتبقى خطيره، او تعمليها مع مكرونه او اي حاجه بتبقى خطيره حرفيا. يعني بصوا طريه جدا من جوه وفيها العصاره بتاعتها وحلوه قوي. انا بقى هنا قطعت بصله كده معايا جوليان زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده. وهبدا ان انا اقلبها ان هي تدبل معايا في قلب الكفته كده. وكمان شويه فلفل. عايزه تكملي شويه طماطم وبرده تخرجيها ان انت تعملي سندوتشات عادي مفيش اي مشكله، ولكن انا هكمل طبخه عشان نعملها جنب رز نكفي معاكي يوم واتنين كمان. بعد كده قطعت 3 بطاطسيات كده كبار وحطيتهم فيها، وحطيت بهارات عباره عن ملح وفلفل وكمون وكزبره. وبدات ان انا قلبتها في بعضها كده، وكان عندي طماطم متسبكه جاهزه بالبصل بتاعها والثوم بتاعها. نزلتها عليها بالشكل اللي انتوا شايفينه كده، وكملتها شويه ميه علشان تعرف البطاطس تستوي معايا. بعد كده بسيبها تستوي على البوتاجاز من فوق، وبعد ما البطاطس بتكون دخلت معايا في السوا كامل بقوم مدخلاها على الفرن على طول من فوق ومن تحت. هي اصلا خلاص بتكون استوت، بنزلها بس وهي لسه فيها شويه سوائل كده. الفرن من تحت بينشفها ومن فوق بتاخد اللون الحلو اللي انتوا شايفينه ده. عايزه اقول لكم هي لونها احمر عن كده، بس انا مش عارفه الاضاءه عندي في التليفون مالها شويه كده. بس هي لونها خطير وطعمها وريحتها بجد خطيره. الكفته كفته حياتي بالظبط، مش هتفرقيها كانها كمان معموله عليها فحم وهي مش عليها فحم. والبطاطس شاربه بقى من كل اللي نزل كده من الكفته، مع البهارات مع الصلصه كل حاجه مظبوطه بالملي. الطعم خطير بجد يعني. عايزه اقول لكم كده الولاد كانوا بيخطفوها كده من بعضها. جربوا بقى الطريقه هتعجبكم جدا جدا. طبعا ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه علشان يوصلكم مني كل جديد. ما تنسوش كمان ان احنا بنعمل وصفات معظمها اقتصاديه. يعني انا عايزه اقول لكم نص كيلو لحمه ده يعني بكام؟ اصل دي لحمه مستورده مش بلدي، يعني النص كيلو منها تقريبا يبقى عامل 90 جنيه. يعني بجد تحفه. تعمليها لولادك، عايزه اقولك هتكفيكي كتير، لان انت شايفه احنا عاملين كرات لحمه قد ايه. كمان انت لو زودت عليها برغل او لو زودت عليها فول صويا
او زودت عليها بقسماط، زودت عليها عيش زي ما الناس بتحط. بس انا عملتها كده بتبقى حلوه، وطعم اللحم ظاهر فيها، مفيش عليها اي اضافات كتير ولا حاجات مش فاهمينها. شايفين شكل اللحمه كده من جوه كانك بتاكلي لحمه او كفته حيتي مع البطاطس. بجد حاجه خطيره، وثلاث بطاطسيات بس مش اكتر. يعني هتلاقي الدنيا معاكي زي الفل. جربي الطريقه وقولي لي رايك. ما تنسيش بقى، شايفين بقى بهاريز بقى يا جماعه، والدهون اللي نزلت منها بجد خطيره.